ده الجزء التاني من الفيلم. لو عايزين تشوفوا الجزء الاول تقدروا تشوفوه من علامه الاي اللي هتصرفوها دلوقتي وهتلاقوه في الديسكربشن. يلا بينا نبتدي. وبيبدا الفيلم باريال اللي بتغني لبنتها الجميله ميلودي اللي خلفتها بعد ما اتجوزت الامير عريق، واللي بيكونوا في سفينتهم ورايحين يزوروا باباها الملك شيبان حاكم اطلنطا. وسمك البحر كله بيكون فرحان انها رايحه لهم وبيطلعوا يستقبلوها. وبيجي الملك شيبان وبيسلم عليهم وبيشوف حفيدته وبيفرح بيها جدا وبيهديها بسلسله جميله جدا. لكن بتيجي الساحره مورجانا اخت الساحره اورسولا وبتخطف ميلودي منهم، وبيتعصب عليها الملك وبيطلب منها انها تسيبها، لكن ما بترضاش وبتهدده انها هترميها للقرش لو مرضيش يديها الشوكه السحريه. فبيوافق انه يديها لها بشرط انها ما تعملش فيها حاجه. وبتفرح مورجانا انه هيديها لها لانها عايزه تاخدها منه وتنتقم لاختها اورسولا وتتحكم في المحيط كله. لكن اريال والامير بيقدروا ينقذوا ميلودي منها. والملك لما جه يسحر مورجانا السحر جه في القرش وخلاه قرش مسخوط خالص. وبتتضايق مورجانا وبتستحلف الملك انها مش هتسيبه لا هو ولا ميلودي حفيدته، وبتهرب. وبيؤمر الملك ان هم يدوروا عليها في كل حته، لكن للاسف ما بيلاقوهاش. لكن هيفضل يدور عليها لحد ما يلاقيها. وبتخاف اريال على ميلودي وبتقرر انها عمرها ما هتنزل ميه تاني، لا هي ولا ميلودي، لحد ما يلاقوا مورجانا ولا هتقول لها اي حاجه عن اطلنطا ولا عن باباها. وبترجع له السلسله وبياخدها. وبيأمر كالعاده عثمان انه يخلي باله من ميلودي وبيسيبهم وبيمشي وبيرمي السلسله في الميه. ومن خوفهم على ميلودي من مورجانا بيبنوا سور كبير حوالين القصر وبيفصلوه عن الميه. وبتكبر ميلودي وبيكونوا عاملين لها حفله عيد ميلادها ال 12، لكن ما بتكونش موجوده في القصر. ومامتها عماله تدور عليها وما بتلاقيهاش لانها بتكون في البحر اللي بتحبه جدا وعماله تلعب مع السمك. وعثمان بيكون معاها عشان يحميها وبيفضل يتحايل عليها انها ترجع للقصر عشان مامتها منعها انها تعوم بره حدود القصر، لكن ما بترضاش وبترجع تعوم تاني. وبتفضل تلم في القواقع وبتشوف السلسله اللي رماها جدها في الميه وبتاخدها. وفي نفس الوقت بتكون مورجانا عماله تحاول ترجع دوامها تاني لطبيعته وبتفضل تحاول كتير لكن ما بتعرفش لان قدراتها اضعف من انها تفك تعويذه الشوكه السحريه. وبتضايق دوامه منها وبيفضل ينتقدها لانها السبب انه بقى قرش مسخوط بالشكل ده، والسبب انها حبستهم في الكهف المتلج اللي هم فيه ده لمده 12 سنه. وبيشوفوا ميلودي لما لقت السلسله وبتفرح مورجانا لانها عارفه ان ميلودي هتبقى عايزه تعرف سر السلسله دي ومحدش هيرضى يقول لها، لكن هي هتستغل الموقف ده وتقول لها سرها عشان ميلودي هتبقى وسيلتها الوحيده في هزيمه الملك شيبان وتقدر تتحكم في المحيط كله. وعثمان بيبقى لسه عمال يتحايل على ميلودي عشان ترجع للقصر، لكن هي بتبقى عايزه تعرف منه ليه مامتها واخده موقف من البحر كده مع انه حلو قوي. وبتقوله انها من كتر حبها في البحر بتتخيل انه عندها زعانف وبتبقى نفسها تصرح مامتها ومشاعرها دي، لكن هي عارفه انها مش هتفهمها. وبيتعب عثمان منها وبيتريق وبيقول لها تروح لمامتها وتقول لها انها كانت بتعوم وتبلبط في المحيط عشان يهيصوا ويعملوا حفله. ولما بتسمع كلمه حفله بتفتكر حفله عيد ميلادها وبتجري ترجع للقصر ووراها عثمان طبعا اللي مدوخاه وراها. وبتنط وبتدخل القصر وبتمشي بالراحه عشان محدش يشوفها، لكن بيشوفوها اصحابها وبيتريقوا عليها عشان تصرفاتها غريبه. وبتسمعهم وبتزعل وبتطلع اوضتها وبتلبس فستانها وبتجهز للحفله. ولما بتنادي عليها مامتها بتربط حزام فستانها بسرعه وبتكون ربطت عثمان في الحزام وهي مش واخده بالها. وبتيجي مامتها وبتسرح لها شعرها وميلودي بتقول لها انها مش عايزه تحضر الحفله عشان بيعاملوها انها واحده جايه من المريخ وخايفه تبوظ الحفله والكل يضحك عليها. لكن مامتها بتحس ان في حاجه شغلاها وبتطلب منها انها تحكي لها على اللي شغلها. ولما جت تحكي لها بيدخل عليهم الامير وبيقول لهم ان الحفله بدات. وبتنزل ميلودي وبيطلبها ولد للرقص وبترقص معاه. وبيكون عثمان مربوط في حزام الفستان وهيتخنق، ولما الولد بيحط ايده على الحزام عثمان بيعضه وبيخاف الولد وبيفضل يصوت وبيقع وبيرمي عثمان وبينزل على التورته وبيتبهدل خالص. وبتتاسف له ميلودي. ولما بيشوفوها اصحابها بتتكلم مع الكابوريا بيتريقوا عليها. وبيشوفوا الطباخ وبيفتكروا وبيجري وراه، يعني ده لسه فاكره من الجزء الاول. والكل بيفضل يضحك وبتبوظ الحفله. وبتزعل ميلودي وبتجري على اوضتها وبتفضل تعيط وبتمسك السلسله في ايديها وبتجيلها مامتها وبتواسيها وبتشوف اسمها مكتوب على السلسله وبتفتحها وبتشوف فيها اطلنطا وحريه البحر وبتاخدها منها مامتها. وبتعرف انها عدت سور القصر وبتزعل منها لانها منعاها انها تروح البحر، لكن ميلودي بتبقى عايز تعرف منها السر اللي مخبيه عليها والسلسله مكتوب عليها اسمها ليه. لكن مامتها بتتعصب عليها وبتأمرها انها ما تروحش ناحيه البحر تاني لانه ملوش امان. فبتزعل ميلودي وبتاخد منها السلسله وبتجري. وبيجي الامير وبيقول لها انها لازم تعترف لها بالحقيقه. فبتوافق اريال وبتقرر انها تصارحها بالحقيقه، لكن ميلودي بتكون قررت انها تعرف الحقيقه بنفسها وبتاخد المركب وبتنزل الميه عشان تعرف سر السلسله. ولما حاول عثمان يمنعها ما عرفش. وبتكون مورجانا شايفاها وبتفرح طبعا وبتبعت لها دوامه عشان يساعدها. وبيجري عثمان على اريال وبيقول لها اللي حصل وبيفضل يعيط. وبيوصل دوامه الميلودي وبيعرض عليها انها تروح مع مورجانا وهي هتقول لها على سر السلسله ومكتوب اسمها عليها ليه. وبتروح معاه فعلا وبتدخل لها
وبتشوفها مورجانا وبترحب بيها وبتقعدها جنبها. ولما بتسألها عن سبب كتابة اسمها على السلسلة بتقول لها لأن مصيرها مكتوب جواها، وإنها أكبر من مجرد إنسانة، وإنها حاجة أجمل مليون مرة. فبتفهم ميلودي إنها تقصد إنها تبقى حورية بحر، لكن ده طبعا مش ممكن. لكن مورجانا بتعرفها إنه مش صعب، فبتطلب منها ميلودي إنها تخليها حورية بحر، وفعلا بتحولها لحورية بحر. وبتفرح جدا ميلودي، ومبتبقاش مصدقة إنها بقت حورية. وفي نفس الوقت بتكون إريال والأمير والملك عاملين يدوروا عليها، والأمير بيطلب من إريال إنها تروح تدور عليها في البحر عشان هي عارفاه كويس، وهو هيدور على البر. وفعلا بيحولها الملك شايبان لحورية بحر، وبتروح تدور عليها. لكن هي بتكون في دنيا تانية وعمالة تعوم وتغني ومهيصة خالص، وبتروح تشكر مورجانا، لكن بتلاقيها عمالة تعيط عشان مش هتقدر تخليها حورية على طول. فبتترجاها ميلودي لأنها مش عايزة ترجع بنت عادية. ولما بتسألها عن طريقة تفضل بيها حورية على طول فبتقول لها في طريقة واحدة، بس لو كان معاها شوكتها السحرية. وبتضحك عليها وبتقول لها إنه في واحد مخبول عنده مرض السرقة سرقها منها زمان، ومش لاقي حد يرجعها لها منه. فبتعرض عليها إنها ترجعها لها، بس بشرط إنها تخليها حورية على طول. وبتوعدها مورجانا وبتديها خريطة أطلانتا اللي فيها بيت الحرامي، وبتعرف إن أطلانتا موجودة بجد ومش أسطورة زي ما كانت مامتها مفهماها، وبتجري عشان تجيبها لها. وبتفرح مورجانا جدا طبعا عشان خطتها نجحت. وهي في طريقها بتقع وبتتكسر منها الخريطة، وبتتعرف على 2 صحاب، ليب وداش، واللي بيكونوا عايشين في دور المنقذين واللي بيحبوا يساعدوا أي حد. وبتطلب منهم إن هم يساعدوها يعرفوا الطريق لأطلانتا عشان عايزة ترجع حاجة اتسرقت من صاحبتها لحسن ترجع إنسانة تاني. وبيوافقوا طبعا، فرصة وجات لهم، وبياخدوها وبيمشوا وبيفضلوا يغنوا طول الطريق، وبيوصلوا فعلا لأطلانتا. وبتنبهر بيها ميلودي، وبتشوفها مورجانا وبتبعت لها سنكوح وخطر عشان ما يخلوش أي حد هناك يعرف هي مين. وبتكون إريال والملك لسه بيدوروا عليها، وبتشوف فلتة وبتسلم عليه، وبيكون كبر وخلف كمان، وبيعرفها إنه سمع باللي حصل، وبتطلب منه مساعدته وبيمشي معاها. ونرجع لميلودي اللي بتكون قربت من بيت الملك، وبيدخلوا بيت الملك فعلا وبيستخبوا، وبيشوفوا الملك والشوكة السحرية. وبيمشي الملك يروح لإريال، وبتروح ميلودي وبتاخد الشوكة وبتقع منها السلسلة. وبيجي الملك وإريال وبيكتشفوا إن الشوكة السحرية مش موجودة، وإريال بتشوف السلسلة وبتستغرب من وجودها هنا. وبيخاف الملك من إن الشوكة تقع في إيد مورجانا. وإريال بتشوف خطر وسنكوح وبتعرفهم، وبتمشي وراهم هي وفلتة. وبتكتشف ميلودي إنه أطلانتا قريبة جدا من بيتها، وبيروح عشان يدوا الشوكة لمورجانا. ولما داش وليب بيشوفوا زعنفة قرش بيخافوا وبيجروا، وما يعرفوش إن قرش مسخوط. ولما بيشوف الشوكة في إيد ميلودي بياخدها وبيروحوا لمورجانا، وطول ما هو ماشي يغني يقول جبنا الشوكة جبنا الشوكة. وإريال وفلتة من مراقبتهم لسنكوح وخطر بيوصلوا لمخبأ مورجانا، وبيجي لهم نورس نجدة وبتبعتوا إريال للملك عشان يقولوا على مكان مورجانا. وبتكون ميلودي وصلت لمورجانا ومعها الشوكة ولسه هتاخدها منها مورجانا. بتيجي إريال وبتمنعها وبتقول لها ما تسمعش كلامها. وبيندهشوا هما الاتنين لما شافوا بعض عشان هما الاتنين بقوا حريات بحر فجأة. وبتزعل ميلودي من مامتها عشان كانت مخبية عليها الحقيقة، وبتطلب إريال منها انها تديها الشوكة، لكن مورجانا بتشيلها من مامتها وبتقول لها تديها لها هي عشان هي اللي حققت لها حلمها اللي بتحلم بيه طول حياتها. لكن مامتها كدبت عليها طول حياتها، وبتدافع إريال عن نفسها وبتقول لها انها عملت كده عشان تحميها. لكن ميلودي بتزعل منها لانها خبت عليها الحقيقة وحبستها جوه القصر وحرمتها من حبها للبحر، فبتتأسف لها مامتها. لكن ميلودي ما بتقبلش أسفها وبتدي لمورجانا الشوكة السحرية وبتاخدها وبتفرح جدا لانها بقت حاكمة البحر. وبتمسك إريال وبتكتفها وبتعرف ميلودي الحقيقة، وبتقول لها ان مامتها كانت بتحميها منها لانها بتحبها جدا، وانها وحشة خالص لانها سرقت الشوكة من جدها الملك شايبان حاكم أطلانتا. فبتتفاجئ ميلودي من اللي بتسمعه واتهمتها بانها خدعتها. لكن مورجانا بتقول لها انها نفسها كانت تبقى حورية بحر فلازم تدفع الثمن، وبتقفل عليها هي وفلتة بالتلج، وبتقول لها وقتها انها هتفضل حورية بحر قرب يخلص. وبيحاولوا يكسروا التلج لكن ما بيعرفوش، وبتندم على اللي عملته. وبتطلع مورجانا على السطح وهي فرحانة انها ملكة البحر. وبيجي الامير بسفينته لكن مورجانا بتغرقها له وهو بيكون نط منها. وبيجي الملك شايبان وبيأمرها تسيب إريال وهو هيعفو عنها، لكن ما بترضاش. وبيروح لدوامة وبيقول له يعترف انه راحت عليه، فبيتضايق عثمان وبيجري وراه. فبتسحره مورجانا بالشوكة وبترجعه لقرش كبير. ولما الامير بيسألها عن ميلودي بتخلي سنكوح وخطر يسحبوه يشدوه تحت المية، وبينط وراه عثمان. وبيروح نورس وبيفضل يشد في شعرها، وبتعرف إريال تهرب منها وبتجري هي وعثمان وبينقذوا الامير وبيطلعوا إريال على الشط. وفي نفس الوقت بيكون داش وليب رجعوا وبيدوروا على ميلودي بعد ما سابوها، وبيشوفهم دوامة وبيجري وراهم. وفي الوقت نفسه بينفك سحر ميلودي وبترجع إنسانة، وبتفضل تحاول تخرج لكن ما بتعرفش. ودوامة هو بيجري ورا ليب وداش بيدخل في التلج اللي محبوسة فيه ميلودي وبيكسروه وبتتكسر سنانه كلها. وداش وليب بيشوفوا ميلودي وفلتة وبياخدوهم وبيطلعوهم على الشط. وهنا بنشوف مورجانا ماسكة الشوكة السحرية وبتخلي الكل ينحنلها، وبتطلب من الملك شايبان انه ينحنلها
وفعلا بتقدر عليه وبينحن لها، وبتفرح مورجانا ان امنيتها اتحققت ونقت على شيبان. وبتيجي ميلودي وبتخطف منها الشوكة، ولما حاولت تاخدها منها تاني بترميها لجدها وبتقع هي، لكن بيلحقها داش وبيمسك الملك الشوكة وبيقول لمورجانا لا هي ولا اهلها هيقدروا يهددوا عيلته تاني، وبيسجنها جوه قالب تلج كبير ومش هتقدر تخرج منه تاني خالص، وبيرميها في المحيط. وبتتأسف ميلودي لمامتها وبتقول لها انها ما كانتش تقصد تأذيهم، وانها كانت فاكرة ان احسن لها انها تكون حورية بحر، لكن مامتها بتقول لها انها غلطتها هي لانها كان لازم تقول لها الحقيقة من الاول. وبيجي جدها وبتحضنه وبيقول لها انه ما يقدرش يلومها لو عايزة تكون حورية بحر، ولانها حفيدته الغالية هيقدم لها اغلى واجمل هدية، وبيخيرها يا اما تروح معاه لأطلانتا او ترجع بيتها على البر. لكن ميلودي بيكون عندها فكرة احسن بكتير، وبتمسك الشوكة السحرية وبتخفي سور القصر وبتكشفه على البحر عشان يعيشوا كلهم مع بعض على البر والمحيط. مامتها بتلبسها سلسلتها والكل بيفرح جدا وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا مع بعض. وكده بيكون الجزء التاني من الفيلم خلص، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في الجزء التالت.